القصة اللي معانا النهاردة هي قصة حقيقية عن جبل في المملكة العربية السعودية في مركز بني عمرو محافظة النماص، اسمه جبل حرفة أو جبل ملوك الجن، وبيبلغ ارتفاعه حوالي 2491 متر، واللي دارت حواليه قصص مرعبة كتير، وإن أي حد بيروح عند جبل حرفة تبقى أمه داعي عليه. فتعالوا معايا نشوف قصة الجبل ده إيه، ونشوف قصة الأربع شباب اللي تحدوا جبل الجن، ونشوف هيحصل معاهم إيه. بداية القصة سنة 1995 لما راح 4 شباب وهم ناصر وسالم ومحمد وعادل عشان يتحدوا الكلام عن قصص جبل حرفة المرعبة، ويعملوا خيمة ويباتوا في البر قريب من الجبل، واللي انتشرت عنه كتير من الحكايات المرعبة. وطبعا كتير من قعدات السمر في الأوقات ديت بتاخد الكلام لقصص الرعب والجن، وده اللي حصل في قعدة الشباب اللي كانت في الساعة 2 بالليل. واتكلم ناصر وواحد من الشباب على سبيل الهزار وسألهم مين منكم يجي معايا نطلع الجبل، ولكن رد واحد منهم وهو سالم، واتهموا انه بيتكلم كتير من غير افعال، وده خلى ناصر انه يتحدى سالم انه هيروح للجبل ويطلعوا على رجليه مع اي حد منهم. وده خلى سالم يخاف شوية وقال له ان هي كانت مجرد تحديات للصغيرين. وقام محمد اللي ما ترددش او خاف وعرض انه يشارك ناصر انه يطلع معاه الجبل، وده خلى ناصر انه يزيد من اصراره ويخوض التحدي. اما عادل وهو اكتر واحد بيخاف ويترعب، وده خلاه انه يكتفي بس انه يسمع من غير اي مشاركة. وفعلا راح ناصر ومحمد مع بعض للعربية عشان يوصلوا عند الجبل، وسالم بيضحك وعادل بيحذره وبيقول له ان الجبل مسكون وهناك حصلت حوادث غريبة كتير ومرعبة. وجوه العربية كان ناصر في قمة الرعب ولكنه بيكابر وخايف من انهم يتهموه اصحابه بالجبن والخوف وهو في طريقه للجبل. وكل ما تقدم شوية زاد خوفه، حتى انه فكر في انه يرجع بحجة خوفه على محمد. ولكن محمد فاجئه بسؤال: هو انت بتخاف من مواجهة الجن؟ وهنا اتكلم ناصر وقال له: انا لا مش خايف، ولكن قال له انا داخل التحدي ده بسبب سالم اللي عصبه. فشجعه محمد على انه يكمل المسيرة عشان يكملوا بقية المغامرة. وفضل ناصر سايق العربية، ولكن فجأة داس فرامل، وده خلى محمد اندهش وسأل ناصر ليه دوست فرامل؟ فرد عليه ناصر وقال له انه شاف جسمه ابيض بيمر قدام العربية. فضحك محمد واتهمه انه بيتخيل، وكملوا المشوار بالعربية لحد ما وصلوا للجبل اللي اول ما شافوا شكله حسوا بالرعب حتى في قلب محمد اللي كان مش خايف. ولكنهم قرروا انهم يكملوا جولتهم مادام قطعوا كل المسافة ديت، وبدأوا في طلوع الجبل. ولكن وهم طالعين لاحظوا أحذية قديمة وملابس مقطعة مرمية، وكمان إشارة التليفون اتقطعت خالص زي ما اتقطعت أنفاسهم. فجأة لاحظ الاتنين وسمعوا إن في هناك صوت بكاء أطفال، فبدأ ناصر إنه يحس بالرعب وبكى زي الأطفال، وبدأوا إنهم يدوروا على طريق للرجوع. ولكن وقفهم صوت ست بتطلب المساعدة، فراحوا عليها رغم شكهم إن تكون جنية. وهناك شافوا حتة قماش بتولع فوق الشجرة، انتبه ليها محمد، لكن ناصر اتعرض للمس. كان من طفل بيقول له ان امه بتقول لهم انه مصح اخوه الصغير. وفجأة وقع ناصر مغمى عليه وهو بيترعش، فتنبه ليه محمد وحاول كتير انه يسيطر على رعشته وانه يفوقه من اللي هو فيه. وظهرت الست ديت مع طفلها وقالت لمحمد ان جسم صاحبك بقى مأوى لابني دلوقتي، وبدأت في اكل ابنها التاني، وهي بتقول له انه اصبح مكانه وبقى ابن ليها.
وهو بيبكي بقوة وبيقول لها احنا مختلفين عنك، انا انسان وانت جنية. واول ما سمعت كلامه بدأت في الضحك بهستيريا وبقت تضحك ضحكات بتتسمع في كل ارجاء الجبل وبتهزه كله. وغاب محمد وناصر عن قعدات السمر يومين، وده قلق اصحابهم، فراحوا لبيت ناصر فلاحظوا وجود الشرطة، فعرفوا بغياب ناصر، فحكوا كل اللي حصل من الليلتين. فراحت الشرطة للجبل وقعدوا يفتشوا، لكن ما لقيوش إلا تليفون ناصر مرمي تحت الشجرة. واستمرت رحلة البحث عنهم من غير فايدة. ولكن بعد أسبوع شاف سالم في منامه حد بيقول له إنه كان بيسمع كل كلامهم في ليلة اختفاء ناصر ومحمد، وإنه آن الأوان عشان يعملوا عزاهم لأن حياتهم انتهت خلاص. وصحي سالم مفزوع من نومه، وصحي بيعيط وبيحس بالندم عشان كان هو سبب في ضياع أصحابه وسابهم لوحدهم في مواجهة المجهول. رجع سالم للنوم مرة تانية، فشاف نفسه إنه راح للجبل وبدأ ينادي يا معشر الجن، أنا هنا مش عشان أدخل مكانكم، ولكن عايز أكلمكم. وسكت شوية ولكن من غير ولا إجابة. فرجع ينادي وقال مفيش حد فيكم شجاع يكلمني، ولكن فجأة حس بحركة وراه وبتلفت لورا، فكانت فاس متوجهة ليه قطعت راسه. فصحي من نومه مفزوع جدا وراح لبيت ابو ناصر وحكى له كل الحكايه اللي حصلت معاهم في جبل الجن. واتاكد اهل ناصر ومحمد ان اولادهم قضوا عليهم الجن وعملوا العزاء على اولادهم. وديت كانت قصتنا عن جبل حرفه او جبل الجن الملعون بالسعوديه، قصه حقيقيه. ورسالتنا ان مفيش اي حد من الشباب يخاطر بحياته عشان يجرب كلام او اي اقاويل عن اي مكان مسكون، لان لعنه الجن صعبه. ويا رب القصه تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.